اتحداك تسحر اول سحور بتركيا؟ ليش لا؟ اباكم صعبه؟ ابدا، خلينا نروح نسحر بتركيا ونرجع. أنا حسن إسماعيل وهذه سلسلة تحديات كل يوم أفطر بدولة من اختياركم. البداية كانت صعبة وما تبشروا بخير، بس أنا قد وصلني هذا التعليق الساعة 12 بالليل وأذان الصبح بتركيا الساعة 5:30. فيلا خلي اللحظة. هذا الفيديو برعاية هايبر ماركت مترو كنت اللي موجود بالعامرية، وبيكر الفران اللي موجود بالأعظمية، وشارع فلسطين، وشارع الرشيد. المشكله انه حصلت الطياره بالوقت الاضافي ويا دوب الحق اكل في سبيل انه اوصل. المهم بالوقت المناسب وصلت للمطار. طلقت السياره بالجراج ومتوجه لصالة المطار. هذه السلسلة من التحديات كل الصعبة، وراح تعتمد على عامل الحظ بشكل كلش كبير في سبيل انه احصل التكت والحجوزات. وهذا الفيديو هو الفيديو الاول، لا تنسون تتابعوني حتى نكمل باقي السلسلة بكل رمضان. حاليا طرت من بغداد ومتوجه لاسطنبول، وهذا منظر بغداد الحلو من الجو. وبعد رحلة دامت ساعتين ونص واخيرا وصلت لاسطنبول. شنو؟ ما حد قال لي انه تركيا بارده لهذه الدرجه. التحدي بدايته صعبه لكن راح نقدر نكمل. ومباشرة وبسرعة في سبيل انه الحق كملت اجراءات المطار وشربت شوية مي بالطريق، ورحت مباشرة حتى اشتري كارت مترو اسطنبول واتوجه بالسرعة الممكنة للاوتيل. والحمد لله وصلت ولقيت السحور بعد ما خلصان. الموضوع صعب ابدا، مو سهل. هذا التعليق انا ما ناسي، الاخ هنا يقول لي اريد اطلاله على البسفور، خليك وياي. ما ادري اذا تقصدون هذه الاطلاله لو باكم اطلاله ثانيه. شوفوا لي، هذه ساحه اورتاكوي وهذا هو مضيق البسفور. هذا الشباك الثاني وهذه اطلالته الثانيه. ما شاء الله تبارك الله. وهيجي انجزت التحدي الاول وسحرت بتركيا. هسه اكتبوا لي الفطور الاول وين تردوا باي دوله، واكثر دوله يتم ذكرها بالتعليقات راح يكون الفطور الاول بيها.